السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليه يسمعك. السلام عليكم يا الرابع، رجعنا بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي مالتك. ايه هذه احلى اصلا. No God! No God! Please no! No! المهم ما نطولها وهي قصيرة. بس قلنا نبغى رتب وضعه شوي عشان شنو؟ اليوم بإذن الله نوديه سمكرة، يضبطون أمور الشاط، نشغل لكم، نحركه، بنوديه للجراج، بعدها بنشوف شنو بيصير. صح؟ صح. زين بعدها بتي أشياء ثانية بعد أحلى وأحلى. بتي تجربة حق الجير عادي، مصروف الجير عادي، الفرق بينه وبين الأوتو، ريفيو حقه، الله أعلم مستواه هو وأوتو جي اس. أنا أقول لكم من ناحية مستواه مو نفس مستوى جي اس ستوك. فنفس ما قلنا لكم. وشنو بنسوي بعد؟ قلنا في أشياء ثانية بعد. يمكن ركب عليه هيدرز، داون بايب، نطلع نجرب الفرق بينه وبين الستوك الأوتو، لأن الأوتو بحكم إنه في تراكشن في اي بي اس يمنعك إنه تطلع باور موتر كامل. وإذا بتحول جير عالي مو بس من نيودر بتحول، ترى في أشياء ثانية لازم تسويها. عندنا ليت الريمس ما يشتغل لأن أساسا ما نزل جير عادي. هاي بنضبطه، بنفك محل الجير، بنضبط أمور الشاف، بنركب قطعة إن السيارة تستوعب أول ما تشغلها إن لما تطق الكلج بعدين هي تشتغل. إذا السيارة أساسا ما استوعبت إن هي في النمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ترى كمبيوتر الجي اس يعني في ذكاء شوي، إنه راح يكتشف إن الموتر في شيء غلط، إنه كنا الموتر شغال على بدون جير. يعني انت لازم تحسس انه في جير عشان لا يدش اللمب مود اللي يسمونه سيف مود، يعني انه يمنعك شوي. بعدها تناتيش بلاكات ما بلاكات، نبدل فيول بام لا تبدل فيول بام، بنضبط سالفه العوامه انه ما قاعد تقرا ايش كثر الموتر فيه بترول. زين وكل ذي يعني احنا بنسوي تبديل بلاكات، نضيف انجكترات، اشياء تناتيش كلهم يعني كلكم تقدرون تسوونها في البيت، ما يحتاج مثلا تروحون جراج او شيء الا اذا مهمة صعبة يعني لها حسب مرادها. صح. زين فبس الحين بنشغله بنسمعكم صوته. انا ذيك المرة يوم كنا مشغلينه ما كان اللي ما اعطينا ريفيو محترم ولا هاي، نصور الحوض ذي ولازم نتوجه بسرعة حق السمكرة قبل لا يصك. الاشياء اللي لازم نسويها هني قبل لا نروح السمكرة، نشيل الكمبيوتر اللي هني، كمبيوتر الايرباك ذي بعد حلو. زين لا ننفقع وياه الوري. حسن قال عادي يعني فصله وري. اذا فقعنا عليه اتوقع عادي. نشيل هذه ونشيل الديكور دي اوريدي ثبت بس هاللون عشان ندري انه بنروح حق سمكرة. ف سمعوا اشتغاله الهادئ جدا ما في صوت، جدا ما في صوت برو، بس ما يمنع انك تستمتع وغير عادي. صدق ما يمنع. اهم شيء قراري اللون مو شرط وترك فيه يعني 800 حصان عشان تسانس فيه، حتى ب5 تباديل تقدر تقحص فيه. لا تغاش مرة. لا بس يا ابو شدي الكمبيوتر عشان اوديها حق السمكرة. الكمبيوتر تقعد هني هسه. اوكي اراويكم جاحاتي في التصوير دقيقة. رجع ورا بالسيت حاده ولا شكلكم جارين. لازم بس نشيل ذي لأنه بيصير هني لحام وشغل، فنشيل هاي الكمبيوتر وشلنا الديكور اللي هني عشان هم يغطون ويشتغلون براحتهم يعني. بعطل. طبعا هاي مال الايرباك فصار لنا صبعة البتري احتياط واجب يعني. طبعا هالسيارة معروفة انه ما تخش مشاكل يعني ولا تسوي المفاجآت، فيعني الاحتياط واجب. استغرب تشيل الكمبيوتر مال الايرباك ونبطل بيه انكسر. احنا
ميكانيكيين. ايه شوف بطلنا. تبطل زي بعد. ليش بدنا نبطل كل شيء؟ قادرين اشياء تناتيش يقدرون يبطلون. اوكي انت واحد بس. وين الوصله؟ تحت الكهرباء. لا هاي مو الوصله. تعبت الصراحة. عرقت الصراحة. مساء قاعد في الإيسي. اصبر انا نرويك. بند الكاميرا نرويك. وش جو الصراحة. ما يبي لا أصير أنا المصور وأنت اللي تتحرك وتسوي أحسن. صوت تصوير طالع فعل يسمون لي صوت تصوير. المشكلة إن الإضاءة حادة الإضاءة. لا ليش ظلمت عليها. شو تسوي انت؟ ترفع على الايزو. زين ايوه اللون. الناس طالعون شوفوا النت هني والله عندي يده الخايسه ذي. فالمحل صاير ضيج. اسمع عليه انا مداربه يعني. اي بوي. حتى إذا رحنا سمكرة إن شاء الله بنرويكم مقتطفات إذا مدانا. مشكلتك صغير. الياس انت تأدى وين البكر له؟ انت مشكلتك صغير ما تعرف. ما احتاج بكر. تحدى يطلع. اي ينكسر حاسب بلاستيك. ما عليه اذا انكسر عادي انت فلوس. ايه صحيح. سحبه بس. سحبه. اسحبه؟ اي سحبه. ان شاء الله. لا زين يا صرفان بالله. الحين هذه المربع شنو؟ اي نفس الشيء. اوه ايوه. المشكلة شنو؟ انت احيانا اذا شفته ما يطلع شنو؟ ترى طلع من هذا الجهة بس الجهة الثانية معاه. وش عليه من دوق من هنا من يلا بسم الله. الحين فصلنا خلاص قهوة شغلة. قاعد يصير؟ سالفة الأرضين بس راكبة بيت يربع. بيت يربع. انزين. احنا بالراكبة هناك اذا بيشتغلون. خلي يفصلونه بس. خلي يفصلونه. طبعا شباب مثل ما قاعد تشوفون ركبنا الكمبيوتر مرة ثانية، لكن المشكلة ما راحت لحد الحين. اتوقع ان الكمبيوتر يبي له رست، نسوي يحط له كمبيوتر نسوي له رست الموتر. وهاي صوت اللي في الشوط هناك يطلع صوت في الشوط مالي تسمعونه. هاي المشكلة اللي نبي نوديه حق التورنة، هاي سوري حق السمكرة عشان يعدل محل النت ويصك هاي في المكان. الحين بس رايحين طلعت لنا مشكلة الكمبيوتر، راح نسوي له رست. ان شاء الله رايحين الجراج نسوي له رست الموتر. والله مثل ما قاعد تشوفون يا الرابع للاسف ان طلعت السالفه مو من اللي بس اللي شلناه. في هنا التي بي اس مال الموتر قام يرفع RPM وينزل. عندكم الاير فلو ميتر بعد
شوي يخرف يستهبل الايرفلوميتر. فشكل اليوم البرنامج مو بنودي السيارة السمكرة، لا، تجارب لما تصير آدمية. تجارب لما تصير آدمية. بنشيل تي بي اس مال سيارة مال ماكينة ثانية، بنجرب نشوف ان شاء الله تضبط. ان شاء الله اليوم يمدينا نودي السيارة. ما يمدي. ما يمدي لا؟ لا. باكر ان شاء الله. ان شاء الله باكر باذن الله باكر. ما ضبطت نهائيا، صكت فيني سطحة وبغيت اوديها وبعدين نرجعها الجراج وضبط امورها، بس الحين قاعد اسوي احنا اشياء مبدئية يعني. يلا خلاص ما عليه. ان شاء الله اذا ضبطت الحين يمدي الحين، يعني لحد الحين ما طقت الساعة 7. بس اذا ما صار يلا شوف ان شاء الله خير. قاعد تصور. فنفس ما شفتوا امس يعني تعبنا على المشاكل شوي، قلنا نجيب السمكرة نضبط اموره وبنسد محل الجير، وراويناهم المشكله اللي عندنا اياها تحت، ان الشافت في النص عندكم شيء ما ايش يقولون له، يقول له كابلينج، ما يقول له هو في النص، يعني انه في رابل في نص الشافت وبعدين يوصل الدفريشن. هاي الرابل بينرقم بلطه هني وبلطه هني، هاي اللي هني صاحي واللي هني مكسور. ليش؟ بننزل لكم مقطع قبل ايش صار. المهم انكسر هني الثريد والشافت مو راضي يثبت، يعني كل ما تسوق الشافت يرجع في النفق مال الجير. حلو؟ فقال لازم ننزل لك زوز ونشيك اذا بيضبط هني، اذا ما ضبط هني نوديه تورنا، بس غالبا الظن ان شاء الله يعني انه يستوي هني. بس هاي الخطوه الحين نسد محل الجير بس ما تشوفون انه قاعد يضبط المحل، ياخذ القياسات، تشوف شو الموضوع، شنو يقدر يسوي شنو ما يسوي. هاي بعد القطعه عشان انه يركبها بالضبط، هاي نفسها القطعه مالت الجي اس من قبل، شايلينها من جي اس ثاني عشان يلحمون محلها وما يصير عندك هوا دوش او شيء، انه شغل نظيف بالكامل ويا عوازل مع عوازل وكل شيء. اوكي نفس ما قلنا لكم الوايرنج اساسا كله يابس وفي جوينتات، وقبل الكويلات بعد كان فيهم جوينتات بس، وكان فيهم تاتش بعد، من كذي الموتر اشتغاله كان غلط، فردينا سوينا الكويلات. بس انت لو شنو سويت؟ كثر ما سويت في اشياء ما راح تقدر تضبطها، لان اساسا الوايرنج كبره يعني يابس، حتى اكسجين سنسر ما اكسجين سنسر بدل كلهم مو موصلين، تحت اكو اكسجين سنسر اللي هناك مقصوص، يعني بدنا نشتري الاكسجين سنسر ما اكسجين سنسر، يعني هاي مكشوف هاي مكشوف، ومع الحراره اللي الماكينه توصل لها يعني ما يحتاج يتحكم. عندنا اشياء مو مركبه، افياش، وهناك بعد عندنا افياش مو مركبه، من كذي اشتغاله اوكي. بس هني بعد هاي بعد كامل لازم انه يتعدل، هاي كله يخلي الموتر يخربط، لان هاي جنايتر يطرش سبارك حق الكويلات عشان عدلة الباب، فاذا هاي مخرب او الوايرنج ماله هني في تاتش هاي على طول يخربط. فامس الشيء اللي صار صدفه، يعني شلنا احنا موجل الكمبيوتر الايرباج عبالنا انه منه، لكن لا صدفه صار نفس الوقت، احتمال انه دي في تاتش، انا اتوقع غالب الظن يا دي يا الكويل واحد فيهم في تاتش او في شيء، ما في شيء ثاني يعني. وركبنا على كمبيوتر ما صورنا، الكمبيوتر طلع لنا ما في اي شيء في الماكينه، ما في لا سناسر كرانك ما كرانك ما في. عندنا اكسجين سنسر ما اكسجين سنسر، ورنينجات الدنيا عن الجير مو موجود، طلع لنا جير عادي، نفس ما قلت لكم الموتر ما يرنه في عليه جير، يعني ما في لا نظام تراكشن ولا ستابيليتي ولا في اس سي ولا شيء، فالموتر يمشي بدون تراكشن. حلو، هاي اللي بنسوي الوايرنج، تنظيف انجكترات اللي هنا كلهم راح يتم تبطيلهم. اول شيء بنجرب الضخ مالهم، طريقته انه بتشيل الثلاجه هني، تشيل الانجكترات ويا الفيول ريل، حط ورقه قدامهم، طق سلوف. زين، هاي طريقه يعني بدائيه عشان تعرف ايش كثر ضخ كل انجكتر، يعني طريقه انه تصير اذا في انجكتر مو شغال، بس مو طريقه الانسب. فبتحط ورقه قدامهم وتطق سلوف، بتشوف كل نقطه ايش كثر الضخ، يعني كل انجكتر ايش كثر الضخ. اذا كلهم نفس الشيء ما يحتاج تعب، روحك تصل بيزات تروح تنظف، لان اوريدي الماكينه ذي كانت شغاله قبل على موتر ثاني وما كان في اي مشكله.
لكن الوايرنج تعبان، الوايرنج اللي عليها وايرنج الجي اس القاطلي موتورنا يوم كان ستوب، ومع الوقت تدهورت حالته يعني شمس ذي. فهذه اللي بيصير عشان نفك روحنا من العواز وهاللون. غالب الظن انه لازم نجدد الوايرنج كامل، ننظف الانجكتورات اذا يحتاجون، البلكات اوريدي عليها ترى يدد، اويل مبدل كان، وهني حتى الوايرنج كله مكشوف، وايرنج منتف. فهاي حق تشغيل، وان الموتر يدش فحص، وباذن الله نسوي فيه اشياء ثانيه يعني وقر عادي ان شاء الله. اذا الله كتب نقدر نيوج فيه خاط، ندش فعاليات، الله اعلم. بعد ما نركب عليه دفريشن ليمت، نعطي ولدنا يدرفت فيه الحلبه، موضوع ثاني بعد ان شاء الله خير ان شاء الله يوم من الايام. والله عادي الليمت تقدر تدرفت حتى في 60 حمار. ايش فيك بتموت من الحار؟ يعني ميول الكاميرا قاعد اعدل اضبطكم شلون انقص تعال بالضبط. حتى فبس يبينا بعد نبدل دي انه ما ينقص، كل ما لا ينقص ما عندنا. حاليا احنا في جراج يعني تصرفنا في الشغل ذي، نشوف الشغل نشوف نتيجته، اذا حلوه نصرح لكم باسم الجراج. حلو؟ ان شاء الله. خلصنا؟ نروح؟ يلا صببت عرق؟ اوف بتموت؟ ايه بس بعد بقول شيء، نقول لا تغش مخنا نمشي خلاص. انزين.